بدأوها بلجنة الكاف التي جاءت لمعاينة الملاعب، ولكن بطريقة أثارت استهتار ونرفزت الكثيرون خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هي لجنة ألمانية يقولون بأن لها فرع في المغرب طبعا، وما يحدث طبعا من كولسة وخلبطة طبعا لاحتضان كان 2025. عادل السكري، أولا هي لجنة جات تعاين الملاعب الجزائرية، ولكن طريقة المعاينة خليني نقول لك كانت شوية فيها وعليها، وشكل غضب كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. شوف، لما تكون عندك انت في الاتحاديه خليه الاعلام ما تكونش قويه وما طردش لكل المغالطات ولكل ما يكون هناك جدل، بطبيعه الحال تترك المجال للاشاعات، ليس فقط يعني الاشاعات هنا يعني على الوسط المحلي، وانما ايضا نشوف الطرف الاخر اللي راه نفسك ايضا هو في ملف اللي حط ملف ترشح لاحتضان الكان 2025. واعتقد على بالك على من راني نقصد يعني الطرف الجار، لان شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي وين تكلموا بطريقه كما يقول لك بسخريه، تكلموا يعني عن امور فيه مغالطات، ايضا انه هناك يعني نقائص كثيره، لكن لو كانت هناك خليه اتصال قويه ويعني عندنا اتحاديه اللي كما يقول لك بالمرصاد لكل هذه المغالطات لكل هذه الاكاذيب، يعني ما تكونش صوره مشوهه بهذا القدر. لحد الان نتكلموا يعني من جانب يعني الواقع واش حدث، الاخبار اللي يعني مستقاة من الاتحاديه تقول انه اللجنه يعني راحت دارت المعاينه الملاعب اللي راهي يعني معنيه باحتضان الكان، ونقدر نقولوها صراحه يعني الملاعب اللي توفر عليها الجزائر يعني توفر فيها كل المعايير اللي تسمح لها باحتضان تظاهره بحجم كأس افريقيا. كل ما يقال انا حسب رايي كل ما يقال ان فيه نقائص وفيه عده احترازات سجلتها هذه اللجنه تبقى مجرد كلام في ارض الواقع، ما كاش اللي عنده دليل انه صح هناك نقائص وهناك بلدان يعني افريقيه تحفظات مجهريه احتضنت كؤوس افريقيه لا تتوفر على هذه الملاعب ولا هذه المنشآت ولا هذه الهياكل ولا هذه الطرقات ولا هذه وسائل النقل وعلى الفنادق العالمية، ولكن احتضنت كؤوس إفريقية. عندما تعلق الأمر بالجزائر، طريقة معاينة الملعب، طريقة الدخول إلى المرش، طريقة الوقوف عند منصة الصحفيين أثارت استغراب الكثير والكثيرين، علما أن هذه لابوات يا عمر هي ألمانية لها فرع في بلد الجار، لانه اليوم راهي خلبطه وكواليس. درك الكولاسه هذه لازم لها معايير اخرى، لازم كذلك نونطرينيو بزاف ونتعلموا بزاف كيفيه ترويج تسويق تحضير الوقوف، تصدي للاشاعات، من اللي يوقف. هذه الامور كلها لازم ناخذوها بعين الاعتبار، ولكن لان لا نتسرع وناخذ من قبل حكم مسبقا ناخذوا احكام. انا نظن باللي ماهوش فيه غير بلد اللي كنت تتكلم عليه، لان اذا نديروا المقارنه نقولوا بكل صراحه هما بكل مصداقيه يقدر يقول لك باللي الجزائر سي ان غران بي فيه اشياء اللي تخلينا في بعض الاحيان من المفروض نديباسيو كاع الناس. كاين اشياء احنا رانا نروحوا مولو، ولكن الاكيد هو ان الجزائر عندها امكانيات وعندها وسائل اللي تقدر تحتضن كأس افريقيا بدون لغه ديماغوجيه. الجزائر تملك كل الامكانات، هذه منافسه قاريه ماهيش كاس عالميه، هذا اولا. ثانيا اليوم عندنا الطرقات وعندنا النقل وعندنا الفنادق وعندنا ملاعب بمقاييس عالمية، هذا لا يشك فيه ولا أحد ويعترف بها العدو قبل الصديق. لكن اليوم كما قال لك مراد، لابد أن تكون لك أطراف اليوم سواء في الاتحادية أو مسؤولي الكرة يجيدون لغة التواصل، لغة التسويق، لغة الترويج، لغة الاستقبال، التواصل، كيف نبني العلاقات. هذه الأمور للأسف تظهر من خلال صورة، تظهر من خلال الأمور رانا بعد شوية عليها بكل صراحة.
اي صحيح كابتن واش راك تتكلم. انا نظن اليوم الجزائر عندها امكانيات كبيره الحمد لله. باش تعرف بلي بلاد متقدمه، حنا مثل الجزائر هي تلعب دور كبير في مجال الطرقات. اول شيء nous avons des autoroutes est ouest centre ما شاء الله 1200 1500 2000 km. Les tramways, les métros. On est un pays très avancé en ce moment. On est un pays très avancé. الجزائر عندها امكانيات كبيره. اليوم دخلت الجزائر بقوه يعني في كل المجالات الحمد لله. راهي غير تتطور يعني اليوم وزيد على زياده على كل شيء. شفنا اليوم منشآت جديده اللي تخلقت الحمد لله. اون كيما يقول لك دي ستاد انورم عالميا نقدروا نحتضنوا كاس اوروبا في الجزائر. ولكن الشيء اللي راه مؤسف يعني تجي لجنه وتحكم على يعني تحوس لك على تدخل السانيتير تبدا تقلب لي بهذيك الطريقه. حاشا من يسمع على لي تواليت يقول لك في لي تواليت لا سا دوفيان غراف. انا واش النادي انا نقول اليوم مسؤولين جزائريين في الاتحاديه ولا في الدوله لازم تحط يد في لاكاف. احنا لازم نتخاووا. المشكل وين راهو كابتن؟ رانا نروجوا الصور السيئه عبر التلفزيونات، رانا نروجوا الصوره السيئه عبر البلاطوهات، رانا نروجوا باش نسبه المشاهده تاعنا تطلع عند المتربصين اقول بهذا البلد كي نبداو نشكروا فيهم وكي نبداو زعما نهضروا لما يلحق الامر الوطن. نعاود نذكرها الولاء لله وللوطن. عندما يلحق الامر لبلادك ما كان لا احترافيه، ما كان لا موضوعيه ولا شيء من هذا القبيل. عندما يلحق الامر البلادي كل شيء يتوقف، الزمن يتوقف. هكذا عاد الزكري فيصل بن طلع والنقاش مفتوح باش نكون نقاش مفتوح. كابتن في واحد الكلام يا كابتن، شوف مثال انتم راكم في الصحافه كابتن، عندما تمشي للخليج ما كاش بزاف جزائريين في الصحافه. ما كاش علاش ما كاش؟ علاش ما كاش كابتن؟ هنا السؤال مطروح. لازم احنا الدوله ما كاش مدربين ايضا بارك الله فيك والدوله ما كاش مدربين كثر وما كاش اعلاميين كثر باسكو حنا ما عندناش بيناتنا قوه التوحد والاتحاد. مشكلتنا اليوم خليني نقولها لك يا فيصل باش نجي لعاد السكري ويكون تدور في النقاش. مشكلتنا هي مشكله نرجسيه. انا الاعلامي الامثل والاحسن، انا المدرب الامثل والاحسن، انا الاستاذ الاحسن والامثل. هذه مشكلتنا، مشكله نرجسيه لا اقل واكثر مقارنه بالاشقاء التوانسه وبالمصريين وبالاردنيين في اتحاد في توحد. عاد السكري حتى نقعد الملف وروح المراد ورد. نفتح قوس برك كي تكلمت انت تعقيب برك قلت يعني يكون تجنيد حتى من الاسره الاعلاميه باش يخدموا